السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. اليوم ان شاء الله نحضروا دجيجات بلديين كما كتشوفوا مشرمدين، وغنجيو للتوابل باش ما نطولش عليكم. التوابل اللي غنحتاجو في هذا الدجاج: عندي هنا كيلو ديال البصله مقطع طريفات صغار، عندي 3 ديال البابه ديال الحامض كما كتشوفوا مدقوقه، مع راس ديال الثومه ومعلقه ديال الهريسه، صبر ومعدنوس مدقوقين، كاس نص زيت بلديه ونص زيت نباتي مخلط، غنحتاجو سكينجبير، خرقوم بلدي، البزار، طبعا شويه الزعفران الحر، وعندي هنا العنيقات مع البنيصات هنا مقطعاهم طريفات. طبعا من بعد ما غسلنا الدجاج بالحامض والملحه ليله كامله بايتين في الثلاجه يعني ناشفين، ونقي كما كتشوفوا. عندي البابه ديال الحامض احتفظت بالقشره اللي غنزينوا بها الدجاج، والزيتون بالعظم. غنجيو للطريقه. كما كتشوفوا انا هنا ما بغيتكمش الملحه لان عندي الباب ديال المصير تيكون مالح، مرقداه بالملحه زايده شويه، والمعدنوس. طبعا من بعد ما يطيب الدجاج ديالنا ممكن نذوقو، الا جانا ناقص ملحه نقدروا نزيدو مليحه ولو كيجي مقاد مع الحامض. عندنا هنا الزعفران، الخرقوم بلدي غندير 2 معالق، نص معلقه ديال البزار كما كتشوفوا درت غير نص معلقه، لان عندي هنا بزار بيض وبزار كحل تيكون حار شويه، ومعلقه عامره ديال السكينجبير، وغندير فواحد الكاس د الماء، كاس د الماء باش غنخلط هاد التوابل. بسم الله. ندخلو الإقامة الجنيبات مزيان. كما كتعرفوا الدجاج البلدي تيشد طياب شويه، كياخد منا شويه ديال الوقت. كما غتشوفوا كنجمعوا لي مرجيلات ديالهم بحال هكا،
الدجاج البلدي طبعا ما كيحتاجش منا توابل اكثر من هذا الشيء اللي شفتو، لان اصلا كيكون لذيذ بزاف. كما كتشوفوا غنفرش من تحت ديالو البصله، وهاد القنيصات حتى هما نرميهم باش يتقلاو مع الدجاج. والزيت البلديه كما كتشوفوا. نحطوا الدجاجات ديالنا يتقلاو، وغنزيدوهم واحد شويه ديال الخرقوم. كما كتشوفوا من بعد ما طابوا الدجاجات ديالنا حيدناهم وخلينا هاد المريقه تضغمر على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راه ما تحتاجش، لان الدجاج البلدي ما شاء الله المرقه ديالو كتجي لذيذه ومضغمره. كنضيفوا هاد الكبيدات في الاخر، والزيتون من بعد ما غليته واحد نص غليه باش نقص من الملح. كما كتشوفوا المريقه ديالنا تحمرات على هذا الشكل وجاهزه للتقديم. كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، والتقديم كيبقى حسب الذوق، شكل ومذاق، شهيه طيبه وبالصحه والراحه.